بات الحارس المغربي ياسين بونو مطلبا أساسيا للعديد من الأندية الأوروبية، يبقى أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد أدائه المميز خلال مباريات كأس العالم. وذكر موقع إيغول ديجيتال أن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ قد أبدى رغبته للإدارة في ضم بونو، وأصبح الحارس الأول الحالي لمانشستر يونايتد ديفيد ديخيا على أعتاب مغادرة الفريق، حيث يتوقع أن ينتقل إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد. ومن جهة أخرى لا يرفض إشبيلية مسألة بيع الحارس المغربي، حيث أكد المصدر ذاته أن الفريق قد أبلغ اليونايتد بسعر اللاعب، وضعف إشبيلية من عرضه مطالبا بحدود 45 مليون يورو إذا ما أراد مانشستر يونايتد التعاقد مع بونو في الميركاتو الشتوي المقبل. وأكد المصدر ذاته أن مونشي المدير الرياضي للنادي الأندلسي قد يغلق الصفقة مع المانيو، إذ قدم هذا الأخير عرضا يصل إلى 40 مليون يورو. شبه غاتوزو مدرب فالنسيا الإسباني نفسه بالمغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا بعد المستوى الذي قدمه في كأس العالم قطر 2022. وقال غاتوزو في مقابلة مع صحيفة آسا الإسبانية: لقد مر وقت طويل منذ أن رأيت لاعبا مثلي، لكنني رأيته في المونديال، إنه أمرابط. وأردف قائلا: لقد تأثرت كثيرا، فقد بدا مثلي عندما كنت ألعب في 27 من عمري. تجدر الإشارة إلا أن العديد من المدربين أشادوا بالمستوى المتميز الذي قدمه أمرابط في كأس العالم، فضلا عن تلقيه لعدة عروض من أندية أوروبية وإنجليزية لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.